قصة بطلاها النمر أمور والماعز تيمور الذي قدم كوجبة عشاء اعتاد على تناولها النمر لمرتين في الأسبوع، إلا أن الدهشة أصابت العاملين في محمية سفاري بارك حين عادوا بعد 4 أيام ليجدوا الماعز لا يزال حيا يرزق، على الرغم من أن النمر كان جائعا طيلة هذه الفترة. والأغرب أنهم وجدوا الحيوانين يعيشان ويلعبان سوية، بل إنهما ينامان جنبا إلى جنب. ولا يزال الحال كما هو عليه منذ شهر تقريبا، اكتسب من خلاله أمور وتيمور شهرة عالمية، فلهما صفحة على فيسبوك وحساب على تويتر وإنستغرام جعل مئات الآلاف من المعجبين يتابعون أخبارهم ويشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بهم. ليست هناك حاجة لفصلهم الآن، ولكن إذا ما تغير الموقف فسنقرر في حينها، فنحن لن نتخلى عن تيمور، فقد أصبح رفيقا لنا. وعلى الرغم من أن تيمور الماعز له بيت للمبيت فيه، إلا أن النمر غالبا ما يزأر مناديا رفيقه كي يلتحق به في ملاذه، وليس للصديق الصدوق إلا الاستجابة. علاقة كان لها أن تنتهي في الثواني الأولى، إلا أن القضية لا تكمن في قدرة أمور على قتل تيمور، بل إنها قضية صداقة بين ماعز يمتاز بالشجاعة وقوة الشخصية ونمر أقر بهما واحترمهما.